عايز ترسل أموال لأهلك، لزوجتك، لأولادك، لابنك في الغربة؟ تاب تاب سند موني، تطبيق محمله 5 مليون مستخدم. تقدر عن طريق التطبيق دوت ان انت تبعت فلوس في اي وقت، توصل في خلال دقايق لأي حد من أصحابك. لو انت مغترب، لو انت شغال في الخارج، او لو انت ابنك بيدرس في الخارج، تقدر تبعت عن طريق برنامج تاب تاب سند موني. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات، اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. في القناة عندي انا مش بطبل تطبيق ولا بجرح في تطبيق. في القناة عندي انا باخد منكم واليكم. يعني ايه؟ يعني من كلامكم، يعني من استخدامي، يعني من تعليقاتكم على التطبيق. اقدر اقولك التطبيق دوت تحميلاته كويسة، تقييماته كويسة، الناس استخدمته مبسوطة من استخدامه ولا لا. تاب تاب سند تطبيق زي ما قلنا محمله 5 مليون مستخدم. هتقدر عن طريقه انك تبعت وترسل وتستقبل. مشكلة التطبيق ان انت ممكن تبعت في ايام عطلات رسمية، والعطلات الرسمية انت لما بتبعت فلوس هما بيصرفوا من الحساب المصرفي بتاعهم في الدولة اللي انت بعت عليها، فيقدروا يرسلوا الفلوس لحد انت بعت له. لكن لو اليوم ده اجازة عندهم، مش هيقدروا يسحبوا من الحساب بتاعهم عشان يبعتوا للشخص اللي انت بعت له في الدولة اللي انت بعت فيها. فانت حاول بقدر الامكان ان انت لما تبعت فلوس ما تبعتهاش في ايام العطلات او الاجازات، عشان الفلوس توصل في ميعادها. طبعا برضو في مشكلة تانية بتقابل العملاء، وهي اثبات العنوان. ودي مشكلة للأسف الشديد ملهاش حل، لأن هي مش هو الوحيد، التطبيق ده الوحيد اللي بيطبقها. لا، تطبيقات تانية كتيرة بتطبقها، والكلام ده خاص بالبنوك المركزية. هي اللي بتطلب منهم ان يبقى في اثبات للعنوان عشان موضوع غسيل الاموال وكده. فعشان كده لو قدرت ان انت تستخدم تطبيق وما طلبش منك اثبات العنوان كويس. لو بقى حب يتحقق منك وطلب منك اثبات العنوان، فلو ما عندكش حاجة نصيحة مني غير التطبيق. انك هتستمر كتير وتقعد كتير وفي الدعم الفني وتكلمهم ويردوا عليك، بس للأسف مش هيقدر يحلوا لك مشكلتك، لأنهم محتاجين إثبات عنوان، وانت للأسف ما عندكش إثبات عنوان. وزي ما قلنا هو ده حاجة خاصة بالأمان ليك ولغيرك. فتطبيق كويس جدا وتقييماته كويسة جدا. والدعم الفني أي نعم في ناس بتشكر فيه وفي ناس مش بتشكر فيه، بس في المجمل اكتر الناس بتشكر في التطبيق. وانت تقدر تقرا تعليقات المستخدمين لتطبيق تاب تاب سند موني قبل ما تستخدم التطبيق، لان كل يوم في ابديت وكل يوم في جديد. لو ما كنتش عارف اي حاجه عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناه، واستناني تاني في تطبيق جديد. ويا ريت لو في اي حاجه عرفتها معلومه كويسة أو وحشة، حاجة تشكر فيها للتطبيق أو تزامن فيها في التطبيق، تكتبها لي في كومنت، وهتأكد إن هي صحيحة. هثبت لك التعليق بتاعك عشان كل الناس تستفيد من تعليقك، لأن تعليقك بيفيد غيرك. ولو عندك أي مشكلة في أي تطبيق تاني، اكتب لي اسم التطبيق وراسلني على قناة مراجع برامج الماسنجر. شير ولايك وسبسكرايب للقناة.